السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. رجعت معكم بعد عوده طويله، ما بقيتش كنشارك معكم الفيديوهات ديالي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الفيديو ديالي، ولكن اختي خصكم ما تنساونيش من لي لايك والكومونتيرات. ما تنساونيش. المهم انتم اختي بديت معكم الفيديو من الصباح، يلا دخلت من الزنقه. جيت بغيت نعمر اتاي، ما لقيتش النعناع، لقيتو سالو نسيتو. ما علينا، غنقضي بهادشي اللي عندي حتى نخرج ونعاود ناخذ. كما قلت لكم الكبيدات، بديت معكم الفيديو من الصباح. عندي واحد الكوموند خرجت تقديت ليها، مشيت تقديت بعدا هو الاول، عاد رجعت وجدت الفطور باش كنفطر مع وليداتي. هنايا وجدت الفطور، جبت معايا المحرشات هادو باقيين سخينين، فيهم ديك الحبه السوداء، وعمرت سكويس ديال اتاي صافي. وهنايا حطيت شويه د الزيت الزيتون وشويه الفرماج. هنا جيت لقيت ولدي يلا فيقتو، ما كانش قاري. هنا كنفرش ليه في الصالون، كندير ليه واحد البونجا، كندير ليه واحد الساشي لتحت باش هكا راكم عارفين الوليدات ملي كيحيدوا لي كوش صافي هكا، باش لا دار شي حاجه تبقى غير الفوق، نصبن غير هذاك لي زار صافي. هنايا غنجمع هاد فين غنفطروا، وعاد غنمشي نجيب الفطور باش نجلسوا نفطروا. وهانتوما الكبيدات معايا. كنتمنىكم ان الفيديو ديالي يعجبكم، واللي اول مره غيشترك يشوف قناتي ما تنسونيش اختي تشتركوا عندي في القناه وتضغطوا على الجرس باش ان شاء الله يوصلكم ديما الجديد. واكيد ما نبقاش نغبر عليكم الا شفت التفاعل ديالكم في القناه، وشفت اللايكات، شفت كتفرجوا لي في الفيديوهات. اكيد راه ما غاديش نغبر عليكم، بالعكس غتزيدوني حماس، حيتاش مني ما كنبقاش نحط كنضرب الفيديو، كنضرب عليه تماره. اليوتيوب كلها بصراحه فيها التماره في المونتاج، في التصوير، في هذا. ومني كتحطيه ما كيجيب لك لا مشاهده لا حتى شي حاجه، صافي كيجيك العجز، ما كتبقاش عندك رغبه انك تصوري وتحطي وديري ديما الجديد. اما انت يكون عندك التفاعل راه ضروري كتحطي. صافي اختي الكبيدات، ها انا جماعه فطرنا ومسحت الطبله، جمعت داك الصالون. يا اختي قهرتنا هاد الزربيه بالتشطاب، وحق الله العظيم عرفتي خاصك فين ما ياكلوا الدراري خاصك تنوضي تشطبي. يا شطبتي بالشطابه كدير لك الغبره، كطير لك الغبره على المخيط، كطير لك الغبره على التلفازه. الحيوطه كيعمروا بالغبره، درتيها ضبيبه ما كتبردش لك القلب، بحال كتهر لك الزربيه. ايوا صافي هنا شطبت الصالون. ايوا جيت هنايا غنشطب هاد الطابيه هادي اللي كنحطها قدام الطواليت حاشاكم، غنشطبها حتى هي صافي. وهنايا غادي نجمع بعدا الدار هي الاولى، وعاده باش غادي ندخل الكوزينه، حيت لا دخلت الكوزينه ما غاديش نبقى نسالي باش غنخرج نجمع الدار، كيعزز عليا انا صافي نكمل شقايا في الدار، وكنخلي الكوزينه هي الاخرى حيت كنبقى نشقى فيها وكتبقى ترون. انا اختي درت جافيل، درت هنايا غير هذاك الصابون تاع الماعن، وغنجي غنضربها واحد الحك لهاد الطواليت. عرفتي كتعجبني تبقى ديك الريحه ديال جافيل والريحه ديال النقا، صراحه كل واحد يتكيس على صحته. يا احنا بدينا كنجيبوها في روسنا. صافي هنا خديت شويه ديال ساني كروه بعد ما حكيت الطواليت وشللتها كررتها. صافي هنا خويت شويه ديال ساني كروه، وجدت هاد الكراطه العجيبه، هاد الجفاف يا اختي تا هو راه زوين صراحه. شوفوا بنتي مضاربه معايا على الجفاف. هنايا البوطه سالت ليا الاولى وغتعاود تسالي ليا الثانيه سبحان الله. سالت ليا بقى راجلي عكزان باش انه يعمرها، حتى سالت هذا قال لي واش شي انت ما كتفكرينيش في البوطه. هي راه محطوطه قدام الباب، خاصني نبقى نقول لها راه البوطه ديال الطياب قربت تسالي، حيت هذه ديال الشوف. ولكن ما تخافوش، حيت اللي معكزني فيها هو الشوف، حيت ملي كتسالي ديال الطياب ما كنقلبها صافي. هنا جبت هاد المعطر هذا بعد ما كملت جفاف، رشيته هذا صراحه زوين البنات. خديته هذا يا اما كتاخذوه من مرجان ولا كتاخذوه من بين، صراحه زوين. وهذه البوسيت تاعي اللي كنستعملها ديما خليتها غير تما، ولكن من بعد راه كنحيدها كنردها لبلاصتها. ايوا صافي ودخلت لمولاتي الكوزينه. عرفتي راه قلت لكم جات تقديت الصباح قبل ما نفطر. ايوا مشيت المهم مشيت تقديت، جبت الدجاج، جبت لي زيبينار، جبت داكشي كامل بالنسبه للكوموند. وهنايا شوفوا التخليطه اللي كندير للدجاج، عرفتي واحد الترقيده واعره يا البنات للدجاج. هنايا البنات حيدت الماعن، عاد غسلت الدجاج غسلته مزيان مزيان،
وشديت اختي هاد الترقيده هادي درت ندير في الهريسه وسكينجبير والحامض طري وشويه ديال الملحه وسكينجبير والثومه. صافي هادشي كامل كنشدو، نسيت شي حاجه هادشي كامل كنشدو كنطحنو وكنرقد فيه الدجاج وكنخليه عرفتي واحد التتبيله. حتى الدجاجه هذيك التشرميله كتلدولك. هنايا جبت اختي لهنا الدجاج بعد ما غسلته بعد ما تنشف، وغسلت ديك لي زيبيناغسي ودرت التقطرات. هنايا البنات هاد الشرموله هادي درت الربيع، قزبره معدنوس، درت هنايا الهريسه، سكينجبير، الابزار، جرده من الزعفران. درت هنا طحنت الثومه والحامض مصير، حامضه مصيره كلها وراس ديال الكركوبه صاين طحنتهم مع الماء والسمن وشويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، جوج ضامات ديال الزعفران. وهنا غنزيد عليها عصره ديال الحامض وغادي نشرمل داك الدجاج مزيان. هنايا خديت الكبده سلقتها مع شويه الملحه والحامض سلقات. وهنا درت الزيتون مقطع دواور. خديت ديك الشرموله ديال الدجاج وخديت شويه ديال الكبار كتاخدو واحد مول الزيتون. هنا الشعريه حتى هي بعد ما سلقتها وقطعتها بحال هكا غادي نخلطها مع ديال التعميره ديال الدجاج. والدجاج بعد ما رقدته مزيان عرفتي بين الجلده والجلده كنشرمل فيه. هذه خليتها لتفايه صافي. وغادي شرملت الدجاج خليته في الثلاجه، والشعريه حتى هي غطيتها ودرتها في الثلاجه حتى الغد لي عاد غنطيبو صافي. كبيدات هنا جيت عاوتاني خرجت عاوتاني خديت داكشي اللي خاصني الكيكه وخاصني الكلاص. كنجي ناخذ من عند هادو تنرجع عليهم من بعد ندير الكلاص بغيتهم صراحه كنصايبهم لولدي. ايوا هنا الكبيدات جبت الثلاجه حيتاش عمرات لي عاوتاني مع الدجاج وداكشي. درت لهم بلاصه تخشيت داك الدجاج، خشيت الشعريه بعد ما رقدتها. هنا غندوز صافي هنا ساليت من الدجاج ولي زبينه حتى هي طيبتها. وهنا غندوز باش نصايب كيكه حتى لاخر لحظه عاد عيطات لي بغات الكيك. هنايا عاوتاني درت 4 تاع البيضات، كاس ديال سنيده، واحد ساشي فاني. وغادي نضرب كلشي في الفاطور حتى يتقال ليا الخليط مزيان. بصراحه الفاطور كينفع الكيكه كتجي زوينه حيت كتخلط مزيان. شوفوا دابا كي ولا شتي ولا ابيض او كيولي خيتر. هنايا اختي غنجيب كاس ديال الزيت غنخويتها بحال هكا. هذه كيكه راها كتجي زوينه، هذه هي الكيكه ديال المول العجيب. قلت لكم الا دخلت للكوزينه راه غادي نوحل. داكشي علاش كنبغي نجمع الدار هي الاولى وعاد باش كنخرج. هنا يا اما عندكم قشور ديال الحامض كتحكوهم. انا عندي هذا الملون هذا او اللي كيعطي اللون وكيعطي حتى المذاق، واحد المذاق زوين. هذا ديال الحامض تاوزت فيه شويه صافي. هنا غنحرك شويه غنزيد ديك العلبه ديال دانون. صراحه ديال دانون كتعجبني، كتبقى فيها واحد النكهه زوينه وكتعطيها واحد الطراوه للكيكه كتجي رطبه من الداخل. هنا يا اما ديروا فاني ولا ديروا بنان. هنا كنزيد دقيق عيني ميزانيه البنات. هنا غنزيد 2 خمارات صافي. وغنحيد الفاطور غنطربو غير بيدي الخمارات كاع ما محبين حيت باقيين جداد كاع ما كتحتاجو اصلا تخربلوهم صافي. هنا غادي نبدا نحرك نخلط هاد الدقيق هذا حيت ملي كديري الدقيق الا بغيتي كيكه ما تجيكش مدقصه. ملي كديري الدقيق ما تخلطيهش بزاف حيت خلطتيه كتجيك الكيكه معجنه. شوفوا باغا ندير 8 والله ما بغات تكتب. يلا شوف هانتوما العكس، اللي معكس معكس. صافي هي اختي تكتب 8 شو. اللي ما لعبش الصغرى، اللي ما لعبش الصغرى كتجي اي حاجه كيبقى يلعب فيها صافي. هنا المول ديالي ديال المول العجيب شديته حتى هو تنسى بشويه الزبده ورشيته بالدقيق. وغادي غادي نخوي فيه الخليط والفراره درتو كيسخن غير من التحت غنشعل من التحت. وضروري من هاد الخبطات هادو باش نقولوا لها شوفي لما تخبط لما جيتيش زوينه راه تعاولي عليها تعاولي على خديت. هنايا البنات هاد المرحله كاع ما شفتها بانني ما صورتهاش. خديت هنايا كاس ديال اللوز، خديت معاها 5 المعالق ديال سنيده وكديروه يتحمر ليكم في المقله تيولي داك السنيده تولي بحال الكراميل كيتهرمش. هنا كنطحنو كنخلي شويه مهرمش باش للتزيين، والاخر كنطحنو مزيان. صراحه كيجي به الكلاص خطيره البنات اللي مجربتوش
ما جرب والو لا ما درتوش هاد الكلاص هذا. هنايا كناخد ديك الشونتي، العلبة ديال الشونتي اللي كتكون بيضاء. راه ولدي لعب ليا بالكرتونه غير جوج قطعها بقى كيلعب بديك الكرتونه. وهنايا نص لتر البنات ديال الحليب، نص لتر صاين كنجيبو كنديروه في الفريغو حتى يبدا يتثلج باش هكا الكريمه دغيا كطلع معانا. ضروري ضروري مؤكد ان الا بغيتو تطلعوا الكريمه خاص الحليب يكون بارد. صافي هنا جبت هاد العلبه هادي حيت غنحتاجها للصفه، داكشي علاش جبتها. اما كون ما كانش عندي هاد المعلب هاد الحليب محلى كان غندير غير الكراميل. ولكن مني انا جبت هذاك العلبه ديال المهم راكم عرفتوا شنو هو، الله يرحم الوالدين. كتمشي لك الحاجه مني كتبغيها كتمشي. المهم نيسلي اختي. صافي وكنجيب مني كنطلعها وكندير نيسلي، كنزيد داك اللوز اللي ديجا قلت لكم درتو كراميل. صافي بعد ما برد كما قلت لكم كنحيدوه من المقلو كنديروه على الكاغيط داك اللي كيدخل الفرن البابي كويسو حتى كيبرد باش ما يلصقش لينا في شي حاجه. ضروري داك البابي كويسو. صافي وكنخليه حتى يبرد وكنطحنوه وكنزيدو نخلطو مع الكلاص. عرفتي كيجي واعر البنات. اللي ما جربتوش قلت لك راه ما مجربين حتى حاجه والله العظيم حتى واعر. صافي وكنخليو كريمي بحال هكا وكنجيبو اي مول اللي بغيتو تذوقوا به كديروه. المهم انا خديت هذا كما كتشوفوا غنلوي عليه السلوفان باش هكا يجيني ساهل بلا ما نبقى مضاربه معاه باش دغيا يتحيد ليا. غادي شو كما كتشوفوا غادي ندير اختي السلوفان بحال هكا غلوي على المول. طريقه ساهله. هذا البنات راه ديما كنت كنديرو حتى في الخدمه فين كنت خدامه راه كنت كندير نفس الطريقه. راه ديجا حاطاه لكم في القناه واش درتوه بالمذاق ديال الحامض وما عقلتش. المهم اللي بغاه راه غيدخل عندي المهم غتلقاو في القناه ديالي. صافي كما قلت لكم فهاد القناه ما عنديش شي قناه اخرى من غيرها باش تعرفوا. قولي عارفين. المهم شديت خدو خويت داك اختي داك الكلاص بحال هكا غادي نبقى نقاد فيه باش يجيني مقاد هكا في الجناب. كما كتشوفوا معايا كنحاول نوزع على الجوانب هكا مزيان. كما شفتوا انا قاديتهم. هنا جبت اختي هاد ما عنديش هذوك ديال السيليكون كنحاول نتفادى ما كنبغيش نشريهم بصراحه. صافي شفت هذوك ديال البيض غسلتهم مزيان مسحتهم وعمرتهم. شوفوا الكيكه حتى هي بعد ما خرجات حتى كتجي رطبه هشيشه من الفوق. كما قلت لكم راه شعلت عليها من التحت وطابت لي حتى من الفوق. كل واحد وفرار. شوفوا على الوين كيجي فيها. قولي رجعت محمره بزاف لا ولكن جات هي هذيك واعره. صافي هنا غادي نسقيها. هنا غندير واحد نص عصير ديال الحامضه غادي نديرو ونزيد عليه الماء ونزيد عليه السكر نخليه حتى يغلي ونسقيها يكون سخون ونسقيها. صافي هنا صايبت الكريمه هذه غير ديال الباتيسير راه كلشي كيعرفها. وغادي بعد ما طلعتها غادي نخليها دابا غنغطيها ونخليها حتى تبرد. وغادي ندير هاد السلوفان ويكون ملامس ديك الكريمه باش ما ديرش ليا القشره من الفوق. ولكن بقات ليا الغد لي غتشوفوا كيفاش ولات غتصدموا مني غتشوفوا. المهم ما نطولش عليكم غتشوفوا الكمال ديال هادشي اللي وجدت اليوم غتشوفوه ان شاء الله. غنحط لكم في الفيديو اللي مورا هذا باش هكا ما يجيكمش الفيديو طويل ويجيكم فيه الملل. قلت غنخليها غتشوفوا الكيكه التزيين ديالها غتشوفوا التزيين ديال الكلاص غتشوفوا الدجاج غتشوفوا بزاف د الحوايج. المهم غنشارك معكم الفيديو ان شاء الله ديال الكوموند كلها وغنقول لكم شحال تخلصت فيه نقول لكم. المهم باش تعرفوا كلشي انا هنا شاركت معكم الكيكه ديالها كيفاش كتجي في الشكل النهائي ديالها. هذه صاوبتها لها من قبل وعاود طلباتها ليا. يلا بسلامه عليكم وما تنسوش تفرجوا في الفيديو اللي موراه باش تكملوا الفيديو. بسلام.